السلام عليكم ورحمة الله. ترمس العيد، كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد عليكم يا رب. هنعمل النهارده ان شاء الله ترمس العيد كده السريع، حاجة كده جميلة ان شاء الله هتعجبكم. بمكون كده بطريقة كده انا بعملها جميلة جدا ومميزة. انا دلوقتي بنقع الترمس بتاعي، لازم تنقعيه 12 ساعة. انا كده نقعته 12 ساعة، وبعد ما نقعته صفيته من مية النقع وغسلته كويس ونزلت بيه في الحلة بتاعتي زي ما انتم شايفين شكله كده. اهم حاجه وانتي بتنقعيه تزوديله ميه، تديله ميه كفايه وهو بيتنقع عشان هو بيزيد. تمام، عشان ايه؟ ياخد كفايته كده من الميه. هنزل عليه بقى كده على النار كده بميه مغليه. ميه مغليه، انا حطيت ميه مغليه، عايز تحطي ميه بارده مفيش مشكله. انا حاطه هنا ميه مغليه، وهنزل عليه كمان بالملح بتاعي. اديله بقى على حسب الكميه انتي بتاعتك، اديله الملح بتاعه. تمام كده. انا كده اديته الملح بتاعي، هقلبه بقى تقليبه كويسه كده، واغطيه كده وهسيبه كده نص ساعة على النار. نص ساعة، وطبعا هتبقي انتي متابعاه، هتشوفي محتاج مية هتزوديله. ميته تمام كويسة مفيش مشكلة. تتابعي برضو ترمسيه تشوفيها استوت ولا لسه عايزة اسويها اكتر كده يعني. تمام كده. انا كده هغطيه بقى وهسيبه كده نص ساعة كمان. انا زودتله هنا حبة كمان من المية، هسيبه بقى كمان نص ساعة كده يستوي. وفي نفس الوقت هكون متابعاه زي ما قلتلكوا لحد ما يوصل لدرجة السوا اللي انا عايزاها. كده انا الترمس بتاعي زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله بقى عامل ازاي، اصفر كهرماني ازاي. وكده خلاص هو استوى ووصل للدرجة اللي انا عايزاها. تمام يعني هختبرها كمان معاكم كده. هي بتقشر اهي، ودوست عليها كده بضفق اهي، اتقطعت على طول يعني. يعني ما استوت خلاص مش محتاجة حاجة. المهم تكون مستوية. انتي بقى عايزاها مثلا مقرمشة شوية براحتك، عايزاها مستوية شوية على حسب انتي ما انتي عايزة. خلاص كده انا مسكته بقى كده، فضيت حطيته تحت المية الساقعة لحد ما نزلت منه السخونية كلها. تمام كده، دي اهم مرحلة. لازم تغسليه غسلة كويسة وتسيبيه تحت المية الساقعة لحد كده ما يبرد معاكي والمية بتاعتك تبقى باردة. تمام كده. انا عندي اهي بقى في الحلة هبتدي احط بقى المكونات دي. يا جماعة والله مميزة جدا، يعني هما بيعملوها بتوع الترمس وبتوع العربيات بيعملوها كده اللي هي العادية، اللي هي بتاخدي الترمس ويحطلك عليه شوية المية دول، بيبقى عليهم الليمون او الشطة او الكمون. انا بقى هنا بحط المكونات دي جوه مية النقع بتاع الترمس نفسه بقى. والله يعني هتدعي لي ان شاء الله لما تعملي الخلطة دي، هتلاقيه كده مميز كده، وهتلاقي ممزز كده وجميل كده، حاجة كده جميلة جدا، وفي طعم الكمون وفي طعم مزازة الليمون. ويا سلام لو عايزة كمان تحطي الشطة تنقعيه بالشطة كمان، لو انتي هاوية الشطة تحطي كمان الشطة معاه هيبقى تحفة، ومش هتحتاجي تحطي اصلا بعد كده لا ليمون ولا شطة ولا اي حاجة. تمام كده. هتنقعيه في اللي انا عملته، المكونات اللي عملتها. انا حطيت هنا الملح بتاعي، ظبطت الملح بتاعي، وحطيت نزلت معلقه من الكمون، ونزلت كمان بعصير ليمونتين. تمام كده. وهقلبه بقى كويس كده وهغطيه واسيبه بقى يتنقع كده ايه في ميه التتبيله دي. طبعا مش هتاكليه على طول، لازم تسيبيه على الاقل مثلا يعني حوالي 6 7 ساعات مثلا، يعني قبل ما تبتدي تاكليه وتلاقيه خلاص طعمه خد طعم التتبيله بتاعتك. تمام كده. هتلاقي كده حاجة طعمها جميلة كده وهتعجبكم ان شاء الله. وكمان بعد كده عايزة تحطي كمان في التقديم برضو الكمون مع الليمون مع الشطة برضو عادي، ما فيهاش مشكلة برضو، وانتي حابة تزودي الطعم يعني اوي. ادي الترمس بتاعي بعد ما اتنقع زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. عايزة بقى تعصري تاني ليمون عليه ما فيهاش مشكلة، بس انتي مش هتحتاجي اصلا عصر الليمون ده لان هو هتلاقيه اصلا مزز. نزيل عليه بقى برش الكمون مع رشة الشطة كده، وبألف هنا وشفا. حاجة كده جميلة هتعجبكم ان شاء الله، هتدعولي. وطبعا متنسونيش طبعا في الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. واترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم جميعا.